حقيقي الفيلم ده من اجمل صناعات مروان حامد، خصوصا شخصيه عبد الملك زرزور، شخصيه ما اتكتبش زيها كتير في السينما المصريه، ويمكن كمان ما كتبش زيها خالص. في لقاء قديم لاستاذ محمود عبد العزيز اتكلم فيه عن صفات عبد الملك زرزور، وقال ان من ضمن صفات الشخصيه ان هو اله في مملكته. اذا كان في تشبيه واضح واسقاط رئيسي على ان عبد الملك زرزور فعلا كان اله، وده اللي وضحه لينا عباس ابو الحسن في كتير من مشاهد الفيلم. وبالمناسبه لو ما تعرفش عباس ابو الحسن فهو الراجل بتاع عجبا لكم ايها المصريون، وهو كمان السيناريست بتاع فيلم الجزيره، ما شاء الله عليه، حاجه تشرف بجد. اول جمله معانا كانت لعمرو واكد قبل ما نبتدي نشوف اصلا شخصيه عبد الملك زرزور في الفيلم، وده لما قال مفيش حد هنا بيتنفس الا بامر الزرازير. والجمله دي كانت بمثابه فرش لشخصيه عبد الملك زرزور. ابراهيم الابيض يقدر يعمل كل حاجه في الدنيا، انما دول الزرازير. بعد كده بقى خش على المشاهد اللي بيبين لك فعلا ان هو اله. عبد الملك زرزور اللي بيقدر يعرف اللي جواك من غير ما تقول. بصه واحده في عين شيبه وراح قال له روح هات الكيس يا شيبه. خدت بالك انه ما قالوش انت اللي خدت الكيس ولا لا، قال له روح هات الكيس يا شيبه على طول. وشيبه ساعتها ما انكرش وراح جاب الكيس وهو عارف ان فيها موت. عبد الملك زرزور اللي بيقرر مين يعيش ومين يموت. في المشهد ده مثلا كان بيقول لابراهيم، وزي شيبه الله يرحمه ما كان بيقول، بمعنى خلاص ان انا قررت ان هو هيموت. طب بص في بدايه كلامه مع ابراهيم راح قال له ايه؟ انا حييتك تاني. بص انا ما كنتش فاهم لسه تاني ازاي، بس بعدها فهمت ان عبد الملك زرزور في عقله كان خلاص قرر ان ابراهيم الابيض هيموت وفجاه حياه تاني. وهنا حياتك تاني مش معناها اللي هو التحيه سلام عليكم، لا معناها انا عيشتك تاني. يعني افهم الشخصيه من اداء محمود عبد العزيز في المشهد ده وهو بيقول وان عذابي هو العذاب الاليم. صدق الله العظيم. في بدايه المشهد ده مروان كان مخليه قاعد على عرش وفي اضاءه عامله له جلال وهيبه وغموض. ما اقدرش اعمل احصائيه لجمل عبد الملك زرزور اللي بقت كليشيهات واتعملت كوميكس وعبرت عن خلاصه الحكمه في المجتمع والذي منه، وشكلت دماغ ناس كتير. عرف انسان ضعيف، جرأة حلوه مفيش كلام، دي دخلت انك لميت وانهم ميتون، اخد الحق حرفه وبالاصول. معرفش عباس ابو الحسن كان في حاله عامله ازاي وهو بيكتب الشخصيه دي، عشان عباس ابو الحسن يبين لك ان مفيش اله على الارض، وان مهما بلغ جبروتك اكيد ليك نقطه ضعف، ما انت بشر زينا. وعلى الرغم من جبروت عبد الملك زرزور الا انه كان ضعيف جدا جدا قدام حوريه اللي على ايديها بجد عرف معنى الذل. الفكره ان هو ما كانش عايز يوصل لحوريه نفسها، هو كان عايز يوصل لرضاها، لانه ممكن يستخدم كل سلطاته وجبروته في ان هو يوصل لغرضه وخلاص، بس غرضه ده في الحقيقه هو رضاها قبل جسمها. غرضه اكتمال احساسه بان مفيش حاجه عصيت عليه. عادي كان ممكن في الفيلم يغتصبها او ممكن يستخدم سلطته الاجتماعيه كزوج ويوصل لها، بس زي ما قلت لك مش هو ده المطلوب. وضعف زرزور كان باين في كل التفاصيل في الفيلم، كان واضح جدا للجميع، ده حتى غنام قبل ما يموت قاعد يرغي فيه. فكان لازم عبد الملك زرزور يجرب معاها سلاح مختلف، ودي كانت الجمله الخالده عشم ان ذوقي يكسفك. بس ذوق عبد الملك زرزور ما كسفهاش ولا حاجه، ده خلاها تركب وتدلدل رجليها، خلاها تكبر وتسيطر وتخطط، تسيبه وترجع له وتسيبه تاني، خلاها تعمل كل حاجه غلط وهو يسامحها ويغفر لها. ابن عبد الملك زرزور لما غلط قال له تعك من ورا ظهري تصبح عدو، انما هي متاح ليها كل الغلط. اللحظه اللي كان فيها ابراهيم الابيض مثبت زرزور وفي منتهى الثبات، زرزور بيقول له ايه يا ابو الاصول، هناخد صوره للذكرى. ومع اخر نظره من عبد الملك زرزور لابراهيم الابيض في المشهد ده، كانت هي دي اللحظه اللي حررت زرزور من سيطره ضعفه تجاه حوريه عليه. قدر الى حد ما يسترد التحكم في نفسه تاني، قدر يرجع للتفكير في التخطيط والانتقام، قدر يرجع لشخصيه الاله اللي شفناها في اول الفيلم. وبعد مشاهد التخطيط والتنفيذ تيجي اخر جمله الاستاذ محمود عبد العزيز في الفيلم، هون عليكي تهوني عليا، وهي حقيقي من اجمد الجمل اللي اتقالت في الفيلم. بس انت عارف الفكره كمان مش في الجمله، بص كده الاداء استاذ محمود عبد العزيز في المشهد ده، استشعر روعه الاداء واداء الوجه بين الميكس بين وجع القلب وعزه النفس. على فكره الموضوع مش سهل يتعمل خالص، بس هي عشان طالعه من الساحر محمود عبد العزيز. بس يا سيدي، وفي النهايه احب اقول لك صباح الفل، انا يوسف.